عسلامة. من أيام الزمان تتسمى لبسة الحراير، أبيض صافي والخط بيه داير، أحمر وإلا أخضر ولا أزرق تحليه لليت الصفاير. هو لبسة تحكي حكاية من حكاية مقاومة الاستعمار، حكاية امرأة تونسية حرة ماهيش من اللي ذلوا ولا من نصف طريق يولوا. إجاو نحكي لكم حكاية مريول فضيلة، المريول اللي اليوم المرأة التونسية تلبسه في أعراسها ولا أفراحها. وزعما شكون فضيلة هذه وكيفاش تسمى عليها المريول لين ولا رمز ليها؟ تبعونا. حكايات على الأصل الأصيل المريول فضيلة برشا، من هالحكايات حكاية ترجع للعشرينات وقت كان الاستعمار الفرنسي في تونس. تقول الحكاية اللي بنية تونسية حرة اسمها فضيلة الشيرني كانت تعيش في ولاية الكيف، بنية مزيانة تقول للقمرة أهبط وإلا نطلع لك أنا. شافها جنرال فرنساوي ياخي بعث الجنود متاعو يجيبوها بالغصب عليها وعلى عائلتها. وقت تخلى عليها واحد من الجنود الفرنسيس لدارها وحب يهزها بالسيف من قدام عائلتها، ما سكتتلوش وما خليتوش، خبشته في وجهه بضوافرها لين تبتهوله وهربت. الجندي الفرنساوي جبد سلاحه وضربهم بالرشاش بكل برود الدم. فضيلة وقت اللي طاحت ميتة قدام الناس الكل كانت لابسة مريول أبيض مخطط اللي هو نفس شكل مريول فضيلة اللي نعرفوه اليوم. الناس الكل غاضهم اللي صار في فضيلة، وهيك علاش نساء الكيف الكل قرروا يلبسوا من نفس المريول اللي كانت لبسته فضيلة باش يبينوا على تضامنهم معاها واحتجاجهم على اللي صار معاها. ومع الايام ولا هالمريول يدل على كل امرأة تعبر على مقاومتها ضد الاستعمار وخاصة ضد سياسته مع نساء في تونس. الرواية الثانية على هالمريول حتى هي عندها علاقة كبيرة بالمقاومة ضد الاستعمار، وهي تحكي على الفنانة المعروفة في العشرينات فضيلة خاتمي اللي كانت نجمة من نجوم الغناء في تونس وكانت محبوبة الجماهير. فضيلة خاتمي كانت في كل حفلة من الحفلات متاعها تلبس هالمريول الأبيض المخطط. برشا ناس قالوا إن الفنانة فضيلة كانت تعتبر إن المريول هذا تعبير على الاحتجاج ضد الاستعمار، وفما اللي ربط بينه وبين اللي صار مع فضيلة الكافية. ومهما تكون الرواية أما هي منهم صحيحة أما هي دليل قوي على دور المرأة التونسية في المقاومة ضد الاستعمار. مريول فضيلة قاعدوا الناس يتوارثوه جيل ورا جيل، لكن في الثمانينات والتسعينات ما قاعد يلبسوا هاللبسة كان النساء متاع الريف وخاصة الناس الكبار اللي كانوا يلبسوه تحت الحرام وإلا المالية. في السنين الأخيرة رجع مريول فضيلة اللبسة يلبسوها نساء تونس الكل في أعراسهم كبار صغار بريفهم ومدينتهم، وتقريبا ولات عادة عند البنات الكل باش يعرسوا يلبسوا ميمة وصاحبتهم في حمام العرس. ولليوم ولا مريول فضيلة حاضر في الأعياد متاع اللباس التقليدي كل عام يلبسوه البنات تحت السفساري ولا تحت المالية. ولاو برشا ستيليست وموديليست يبتكروا في روبوك ساوي جايين من فكرة مريول، ومنهم المصمم العالمي الراحل عز الدين عليا اللي قال عليه هو تلخيص للأنوثة التونسية. مريول فضيلة مش مجرد لبسة تقليدية، هو جزء من تاريخنا وذكرياتنا الكلنا نفتخروا به ونعتبروه عنوان لأصالتنا، وكل ما نشوفوه باش نقعدوا نتذكروا اللي هو اللبسة متاع مقاومة وكفاح ضد الاستعمار. وكان عندكم تصور بلبسة مريول فضيلة؟ ما تنساوش باش تحطوهم لنا في الكومنتات.